أهلا بيكم في قناة فيلم على فرازة. النهاردة معانا ملخص فيلم قوي جدا. لو أول مرة بتشوفونا اشتركوا في القناة عشان يوصلكم مننا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ويلا نبدأ. بيبدأ فيلم سنة 1990 في وقت الروبوتات كانت فيه جزء من حياة الإنسان وبيعتمد عليها بشكل كبير. ده كريستوفر طفل عبقري كان دلوقتي بيحل امتحان لو نجح فيه هيقدر يدخل الجامعة على طول وهو لسه صغير في السن. بس هو مش عايز يدخل الجامعة عشان ما يسيبش ميشيل أخته لأنهم قريبين جدا من بعض والجامعة في بلد تانية فكده هيبعد عنها. وبنروح بعد كده لسنة 1994 وبنعرف إن من 4 سنين الروبوتات بدأت تعترض على استعباد البشر ليها وبدأ يبقى عندهم مطالب بحريتهم واستقلالهم، ووصل الصراع بينهم وبين البشر لوقفات احتجاجية ومظاهرات وأعمال تخريب لغاية ما الموضوع وصل لحرب بين البشر والروبوتات، والحرب استمرت لمدة سنتين وراح فيها ضحايا كتير جدا من الطرفين، لكن الغلبة كانت للروبوتات لغاية ما جه واحد اسمه إيسان سكات صاحب شركة سنتر للتكنولوجيا وصنع جهاز اسمه نورو كاستر. والجهاز ده بيتربط بعقل الإنسان وبيخليه يتحكم في روبوت آلي وهو قاعد في مكانه بنص عقله، وفي نفس الوقت كمان يقدر بنص عقله التاني يكون في أي مكان هو عايزه في العالم لكن بصورة افتراضية. وبالطريقة دي قدر البشر ينتصروا على الروبوتات باستخدام الآلات اللي إيسان صنعها. واستمرت الحرب بينهم لحد ما زعيم الروبوتات اللي اسمه بينات اضطر يمضي معاهدة استسلام مع الرئيس كلينتون عشان الحرب تقف. وبناء على المعاهدة كل الروبوتات اللي لسه عايشة اتجمعت واتحطوا في منطقة استبعاد كبيرة جدا في الصحراء، والمنطقة دي تابعة لشركة سنتر وممنوع يخرجوا منها وممنوع كمان البشر يدخلوا عندهم. وأي إنسان آلي الحكومة كانت بتلاقيه بتوديه للمكان ده أو بتقضي عليه فورا وبتحاكم أي حد يتستر عنده على روبوت. وبعد ما الحرب خلصت شركة سنتر طرحت المنتج بتاعها في الأسواق للعامة، والبشر كلهم بقى عندهم الروبوتات الخاصة بيهم اللي بيتحكموا فيها بعقلهم عن طريق جهاز نوروكاستر. وحاليا في سنة 1994 ميشيل بقت عايشة في بيت رعاية لأن بنعرف إن أبوها وأمها وأخوها ماتوا في حادثة عربية، ومن ساعة ما ماتوا هي بتروح دور رعاية كتير جدا ودايما بتهرب منهم. والشخص ده اسمه تيد هو المسؤول عن رعايتها حاليا لكنه مش مهتم بيها. وتيد ده بيشتغل في الحاجات المسروقة وبيشتريها من واحد مجهول بيقدر يخرج أي حاجة من منطقة الاستبعاد بتاعة الروبوتات ويبيعها. وفي يوم لما كانت ميشيل نايمة بتحلم بالحادثة اللي حصلت لأهلها، وفي الحلم لما بتفوق في المستشفى بتشوف قدامها دكتور لكن صورته ما كانتش واضحة، وبتفوق من الحلم على صوت بره البيت، ولما خرجت تشوف ايه بره لقت روبوت وخافت منه ودخلت البيت بسرعة وحاولت تصحى تيد لكنه ما قامش لأنه كان في مكان افتراضي تاني، ودخلت استخبت في الأوضة بتاعتها لكن الروبوت لقاها وحاول يكلمها بالإشارة لأن كان في عطل في مخرج الصوت عنده. وهي لما لقيته مش مؤذي صلحت له العطل ده وبدأ يتكلم لكن بالجمل اللي متسجلة على الذاكرة بتاعته فقط، وفضل يشاور لها على صورتها هي وأخوها وشاور على صورة كريستوفر أخوها وكمان شاور على نفسه. وهي فهمت إنه بيقول لها إن هو كريستوفر وطبعا ما كانتش فاهمة حاجة، وحاولت تاخد منه الصورة فزقته واتخبط في المكتبة وتدي صح على الصوت. ولما شاف الروبوت فضل يهدده عشان يخرج بره البيت وزعق لميشيل عشان تخرجه وزقها على الأرض، والروبوت اتنرفز وقرب عليه وزقه وتد حاول يضربه بس الروبوت اتفادى الضربة وزق تد فراسه اتخبطت واتجرح. وتد مسك التليفون عشان يبلغ البوليس، وميشيل ما كانتش عارفة تعمل ايه فكهربت تد بالصاعق واخدت الروبوت وسرقوا عربية تد وهربوا بيها. وتد حاول يلحقهم بالروبوت بتاعه لكن معرفش. وفضلت ميشيل ماشية لغاية ما بعدت عن البيت، بس بعد شوية اضطرت تركن على جنب لأن الكاوتش بتاع العربية فرقع. والمكان اللي ركنت فيه كان منطقة من المناطق اللي حصل فيها الحرب بين البشر والروبوتات، وبواقي أجسام الروبوتات كانت لسه موجودة في المكان. وقالت للروبوت انت ازاي بتقول انك كريستوفر؟ معنى كده انك عايش، ازاي ده حصل وانت مت في الحادثة؟ وهو هزلها راسه يعني فعلا عايش، وقالت له يعني جسمك موجود لكن في مكان تاني، وهزلها راسه يعني كلامها صح. وسألته طب انت ازاي دخلت في الروبوت ده؟ فهو عمل لها حركة بايديه معناها انه ما يعرفش. وسألته اذا كان يعرف المكان اللي فيه جسمه حاليا، وهو شاور لها على شركة سنتر للتكنولوجيا. وقالت له بس الشركة دي ليها فروع كتير جدا في العالم، انت في اي فرع فيهم؟ فعرفها انه ما يعرفش المكان بالظبط. وسألته إذا كان في حد تاني يعرف المكان اللي هو فيه، فعمل لها بإيده شكل نضارة لكنها ما فهمتش قصده إيه بالنضارة. وهو جاب كان حاجة ساقعة مكتوب عليه كلمة دكتور، وهي فهمت إنه يقصد دكتور بنضارة، فافتكرت ساعتها الدكتور اللي شافته لما فاقت بعد الحادثة اللي مات فيها أهلها. والدكتور وقتها قال لها بعد الحادثة إن أبوها وأمها وأخوها ماتوا وكان اسم الدكتور إمهرست وكمان كان لابس نضارة. وسألت كريستوفر أخوها إذا كان يعرف مكان الدكتور، وهو شاور لها في الخريطة على منطقة الاستبعاد اللي الروبوتات محبوسين فيها، بس ما كانوش عارفين هيدخلوا المنطقة دي ازاي، لغاية ما شافت في صندوق العربية بتاعة تيد صناديق الحاجات المسروقة اللي تيد بيشتريها من الشخص اللي بيهربها من منطقة الاستبعاد، وكان مكتوب على الصناديق عنوان الشخص اللي تيد بيشتريها منه. وقالت لكريستوفر طالما الشخص اللي بيبيع الحاجات دي لتيد بيخرجها من المنطقة يبقى أكيد يعرف طريقة ندخل بيها للمنطقة المحظورة.
وقرروا إنهم هيروحوا لعنوان الراجل ده عشان يخلوه يدخلهم منطقة الاستبعاد اللي فيها الروبوتات. وأثناء ما هم في طريقهم كانوا بيشوفوا الناس زي ما يكون مغمى عليهم أو متخدرين، لأن كلهم لابسين جهاز نوروكاستر ومش موجودين في العالم الواقعي، ومخليين نص عقلهم يكون موجود في العالم الافتراضي. بعد كده وصلوا للعنوان اللي على الصناديق، ولما وصلوا هناك استخبوا لغاية ما لقوا عربية كبيرة جاية، والعربية ركنت ونزل منها واحد، والشخص ده اسمه كيتس، كان رقيب أول في الجيش وشارك في الحرب ضد الروبوتات، وحاليا بيهرب معدات وحاجات من منطقة الاستبعاد وبيبيعها، وحاليا جاي يبيع مسدس نادر لواحد. لكن الراجل اللي جاي يشتريه كان ناوي يغدر بكيتس وياخد المسدس من غير ما يحاسب عليه، لكن كيتس كان عامل حسابه وكان جايب معاه روبوت صاحبه اسمه هيرم، وهيرم ضرب الجسم الآلي بتاع الراجل المشتري وعطله بالكامل، وكمان سرقوه ومشيوا. وميشيل وكريستوفر ركبوا في العربية بتاعتهم من غير ما ياخدوا بالهم. في الوقت ده العقيد برادبري كان بيحقق في موضوع ميشيل والروبوت اللي هربت معاه بعد ما تد فاق وبلغ البوليس. وبرادبري ما كانش جاي بنفسه، لكنه كان جاي بالإنسان الآلي اللي بيتحكم فيه بنص عقله. وبرادبري ده كان قائد في الجيش وقت الحرب ضد الروبوتات. وبعد ما دوروا على ميشيل لقوا العربية بتاعة تيد اللي هربت بيها، ولما فتش العربية لقى الصناديق اللي عليها عنوان كيتس. وتاني يوم كيتس وصل للمخبأ بتاعه اللي في منطقة الاستبعاد، وطلع إن المخبأ ده عبارة عن منجم مهجور. وميشيل وكريستوفر استخبوا في صندوق بضاعة جوه العربية، وهرم الروبوت نزل الصندوق ده للمخزن. وميشيل وأخوها خرجوا من الصندوق وحاولوا يستخبوا في المنجم، لكن عملوا صوت هما بيتحركوا، وكيتس وهرم شافوهم ومسكوهم. وكيتس سألهم بيعملوا إيه هنا ودخلوا هنا إزاي، وهي حكت له على موضوع أخوها بالكامل. وهم بيتكلموا القائد برادبري وصل، وكريستوفر وهيرم استخبوا. وبرادبري كان هيقبض على ميشيل لأنها بتتستر على روبوت، وكمان كان عايز يقبض على كيتس لأنه هارب من العدالة في قضايا كتير. وفعلا مسك كيتس، لكن هيرم حاول يضربه بس الضربة ما جاتش فيه. وبرادبري كان هيقتله وكمان هيقتل كريستوفر، بس ميشيل خبطته ووقعت منه مسدس وطفت النور. وحاولوا يهربوا بس هو فضل يضرب عليهم نار، وحاولوا يعطلوه لغاية ما ميشيل دخلت فيه بعربية من بتوع المنجم، والجسم الآلي بتاعه اتعطل والمنجم انهار. بس هما لحقوا يخرجوا منه من الباب التاني اللي بيودي على منطقة الاستبعاد، وبكده بقوا محبوسين جوه ومش هيعرفوا يخرجوا لأن المنجم كان هو المخرج الوحيد من المنطقة. وكيتس طبعا كان متنرفز لأنه بقى محبوس وكل تجارته راحت. وهما بيتكلموا شافوا مجموعة روبوتات بتقرب منهم، والروبوتات دول اسمهم روبوتات القمامة، ودول بياخدوا أجزاء من أي روبوت بيلاقوه وبيزودوا بيه نفسهم. وجريوا بسرعة عشان يستخبوا ودخلوا مخزن، وكان موجود جوه المخزن روبوت كبير مركون، وهيرم دخل جواه واتحكم فيه. وميشيل عرفت كيتس ان الدكتور امهرست اللي عارف مكان اخوها موجود هنا جوه المنطقه، ومادام هو موجود هنا يبقى اكيد عنده طريقه يخرج بيها. وعرضت عليه انه ياخدها هي وكريستوفر معاهم لان الطريق طويل جدا عليهم انهم يمشوه، وكمان يساعدها توصل للدكتور امهرست، وفي المقابل هتخرجه هو وهيرم من هنا لما تعرف الطريقه. وهما في الطريق ميشيل سالته هو وهيرم اتقابلوا ازاي، وقال لها انه اتصاب لما كان في الحرب، ومجموعه روبوتات اتلموا عليه وكانوا هيقتلوه، لكن هيرم وصل له وانقذه منهم. وبعد شوية الآليين بتوع شركة سنتر للتكنولوجيا وصلوا عندهم، وهو حاول يقول لهم إن هيرم مش عدو ليهم وإنه كمان أنقذ حياته، لكنهم ما سمعولوش وكانوا هيقتلوهم هما الاتنين، فاضطروا يهربوا بسرعة، ومن ساعتها وهم عايشين مع بعض بعيد عن الناس. وفي الوقت ده إيسان مدير شركة سنتر كان بيجرب واقع افتراضي جديد بالجهاز بتاعه، لكن محاكاة الواقع الافتراضي انهارت. ولما سأل الدكاترة والعلماء بتوعه عن سبب الانهيار عرفوه إن عقل كريستوفر هرب، والمفاجأة إن الشركة استخدمت عقل كريستوفر أخو ميشيل عشان يعمل مصفوفة تقدر تبرمج نظام جهاز نيوروكاستر وتخليه قادر على العمل بشكل مستمر. ودلوقتي لما عقل كريستوفر هرب النظام بتاع جهاز نيوروكاستر بدأ ينهار، وكلها كام يوم والنظام بالكامل هيقع. والدكاترة عرفوا إيسان إنهم راجعوا كل البيانات، واكتشفوا إنهم لما وصلوا قبل كده عقل كريستوفر بالمنظومة بتاعة جهاز نيوروكاستر اكتشفوا إن الدكتور إمهرست عمل باب مخفي في النظام يقدر عقل كريستوفر من خلاله يهرب بره النظام خالص ويدخل في أي روبوت ويهرب بيه. وبنعرف إن الدكتور إمهرست هو واحد من ضمن الدكاترة اللي اشتغلوا على التجربة. وكده لازم إيسان مدير الشركة يلاقي الروبوت اللي عقل كريستوفر جواه عشان يرجعه للنظام مرة تانية وجهاز نيوروكاستر ما يعطلش، لأنه لو عطل هيخسر فلوس كتير جدا. واتكلم مع العقيد برادبري وقال له انه عايزه يلاقي له الروبوت الهربان مع ميشيل ويجيبه له لحد عنده لانه ما يقدرش يدخل منطقة الاستبعاد بنفسه بسبب المعاهدة. وعرفه انه عايز الروبوت لانه محتاج حاجة منه، وبعد كده يقدر ياخده ويسجنه او يقتله لو هو عايز، وفي المقابل هيشغل لبرادبري الجهاز الآلي بتاعه اللي باظ. وبرادبري وافق وقال له انه هيوصل للروبوت وهيجيبه له لحد عنده. في الوقت ده ميشيل واللي معاها وصلوا منطقة متحوطة بسور وكان فيها روبوتات كتير، بس فجأة الروبوتات دي هجمتهم وأصابوا الجسم الآلي اللي هيرم بيتحكم فيه، وكمان قدروا يقبضوا عليهم وخدوهم جوه الحصن بتاعهم. وطلع إن الحصن ده زي مدينة صغيرة الروبوتات عاملينها لنفسهم بعيد عن روبوتات القمامة.
ولما دخلوا قابلوا السيد بينات وده يبقى قائد الروبوتات، وما كانش مرحب بوجودهم في المكان لأن المعاهدة تشترط إن مفيش بشر يكونوا موجودين هنا. وميشيل حكت له عن موضوع أخوها وعن الدكتور إمهرست، وبينات قال لها الدكتور إمهرست فعلا كان موجود هنا بس أنا طردته عشان ما نخترقش المعاهدة ولازم تمشوا انتوا كمان. وميشيل كانت عايزة تمشي حالا وتدور على إمهرست في أي مكان تاني، بس كيتس أقنعها تفضل الصبح وبعد كده تمشي. وبالليل ميشيل كانت بتفتكر ذكرياتها مع أخوها وبدأت تعيط، وكريستوفر شغل لها الكرتون اللي كانوا دايما بيتفرجوا عليه مع بعض. وباقي الروبوتات اللي في المكان اتجمعوا حواليهم وقعدوا معاهم، والسيد بينات كان بيراقبهم من بعيد. وبعد شوية جات لهم واحدة من الروبوتات وسألت عن كريستوفر وادت له جواب من دكتور إمهرست، وقالت له إن إمهرست ساب لك الجواب ده لأنه كان عارف إنك هتيجي هنا، وكان كاتب له في الجواب عنوان يقدر يلاقيه فيه، والعنوان ده جوه منطقة الاستبعاد برضه لكن بعيد شوية، يعني طلع إن إمهرست ما خرجش من المنطقة. وميشيل وكيتس قرروا إنهم هيروحوا للعنوان ده، والسيد بينات تعاطف معاهم وقرر يساعدهم وأخد معاه مجموعة من الروبوتات وراح معاهم. في الوقت ده العقيد برادبري كان بيراقبهم من بعيد. وعلى آخر اليوم ميشيل والباقيين وصلوا للعنوان اللي في الجواب، لكن اتفاجئوا بروبوتات كتير من روبوتات القمامة بتهجم عليهم، وهم فضلوا يحاربوهم لكن عدد الروبوتات كان أكتر منهم، وجريوا على البيت اللي في العنوان بسرعة، لكن باب البيت كان مجرد منظر. وفجأة موسيقى اشتغلت بصوت عالي، والصوت خلى روبوتات القمامة تبعد، واتفتحت في الأرض فتحة بتودي للبدروم بتاع البيت، وطلع إن هو ده مخبأ الدكتور إمهرست. وأول ما ميشيل شافت الدكتور هجمت عليه بسبب اللي عملوه في أخوها، لكن اللي معاها فضلوا يهدوها. وإمهرست حكى لها إنهم لما عملوا فحوصات لأخوها بعد الحادثة اكتشفوا إن عقله مختلف عن باقي البشر، وعرفوا إنه عبقري ومختلف، وبدأ يحكي لها على اللي عملوه معاه. وعرفها إن بعد الحادثة أخوها كان في غيبوبة وما كانش فيه أمل إنه يفوق من الغيبوبة أبدا، ولو كان فضل في المستشفى كانوا هيفصلوا عنه الأجهزة في يوم من الأيام. ووقتها قرر هو وإيثان مدير الشركة إنهم يستغلوا عقل أخوها عشان يطوروا جهاز نوروكاستر، وإن اللي عمله في أخوها ده عشان مصلحة البشرية، وعشان كده فهم ميشيل وقتها إن أخوها مات في الحادثة. وكمل كلامه وقال لها إن بعد 15 شهر أخوها بدأ يفوق جزئيا من الغيبوبة، وساعتها هو طلب من إيثان مدير الشركة إنهم لازم يخرجوا عقل كريستوفر من النظام عشان يعيش طبيعي، لكن إيثان رفض وهدده إنه هيقتله لو قال حاجة عن اللي بيحصل، لأنه ما كانش عايز يخسر عقل كريستوفر. فاضطر إمهرست إنه يهرب من الشركة، ولكن قبل ما يمشي عمل ثغرة في النظام وزرع في عقل كريستوفر فكرة إنه يدخل عقله لجسم روبوت ويجي منطقة الاستبعاد عشان على الأقل وقتها عقله يعيش حر طالما مش هيقدر يخرج جسمه من مقر الشركة. وميشيل اتعصبت عليه لأن كل اللي حصل بسببه، وقالت له إنها هتروح مقر الشركة وهتخرج أخوها، ولكن هما بيتكلموا برادبري وصل عند البيت واقتحم المكان، وهم كلهم هربوا من باب تاني، لكن السيد بينات فضل واتحارب مع برادبري. وميشيل والباقيين حاولوا يهربوا لكن الآليين بتوع إيثان كانوا محاصرينهم وفضلوا يحاربوهم. وجوه البيت برادبري قدر يهزم السيد بينات لكن ما قتلوش عشان يرجع لباقي الروبوتات اللي في المدينة اللي عملوها ويعرفوا إنهم انهزموا تاني. وبره واحد من رجالة إيثان كان هيقبض على كريستوفر وميشيل، لكن إمهرست جه من وراه وضربه، وحاولوا يهربوا بس برادبري خرج بره البيت، وإمهرست وقف قصاده بالسلاح وقال له لو عايز تمسك ميشيل وكريستوفر اتخطاني الأول. وبرادبري قال له اوعى من طريقي، أنا ما بقتلش بشر، أنا بس بقبض على الروبوتات. ولكن جالهم واحد من الآليين اللي بيتحكم فيهم إيثان وقتل إمهرست، وقال لبرادبري إن إمهرست اخترق شروط المعاهدة وكان لازم يموت. وبرادبري كان واقف مصدوم من اللي حصل. ورجالة إيثان أخدوا كريستوفر من ميشيل، وواحد منهم كان ماسكها بس برادبري وصل له وقتله وقال لها ترجع بيتها وسابها ومشى. ورجعت هي واللي معاها لمدينة الروبوتات، ولقوا رجالة إيثان دمروها وقتلوا عدد كبير من الروبوتات اللي فيها. في الوقت ده كريستوفر وصل مقر الشركة وشاف جسمه وهو متجمد وما كانش في إيده أي حاجة يعملها، وإيثان خلى رجالته يوصلوه تاني بالنظام. وبرادبري وصل لإيثان وقال له أنت خدعتني وخلتني أقبض على طفل صغير، وإيثان ما كانش مهتم بكلامه وقال له اللي بنعمله ده لمصلحة البشرية ودي مجرد تضحية صغيرة للصالح العام، وسابه ومشى. وفي الوقت ده ميشيل ما كانتش عارفة تعمل إيه بعد ما خسرت أخوها للمرة التانية، وكيتس قال لها إنه هيفضل معاها وهيساعدها يخترقوا مقر الشركة، وأكيد الروبوتات كمان هتساعدهم. وسألوا الروبوت كوزمو اللي خدوه معاهم من بيت إمهرست لو يعرف حاجة عن رموز الدخول بتاعة الشركة، والروبوت عرفهم إن إمهرست مسجل عليه كل حاجة يعرفها. واتفقوا إنهم هيروحوا مقر الشركة وهيفصلوا كريستوفر عن النظام، وبكده جهاز نوروكاستر هيقف عن العمل وهيقدروا يقضوا على الشركة بشكل نهائي. وكيتس طلب من الروبوتات يجوا معاهم، لكن السيد بينات كان ممانع لأنه مش عايز يدخل في حرب وعايز الروبوتات تعيش في سلام. وميشيل قالت له السلام ده ما عادش موجود من ساعة ما إيثان دمر المكان، ومش هينفع تعيشوا حياتكم كلها معزولين عن العالم، ده الوقت اللي الروبوتات والبشر لازم يتحدوا فيه مع بعض. وقالت له زمان هما كسبوا عشان كان معاهم عقل كريستوفر، لكن دلوقتي احنا هنخرج عقل كريستوفر من النظام. وكل الموجودين وافقوا على كلامها وراحوا كلهم مقر الشركة ودخلوه بالرموز اللي متسجلة في الروبوت كوزمو بتاع إمهرست. وكيتس وهيرم دخلوا الروبوت عملاق وهيرم كان بيتحكم فيه،
وهاجموا هم وباقي الروبوتات على الشركة وفضلوا يحاربوا الأجسام الآلية اللي بيتحكم فيها رجالة إيثان. وهيرم خسر الجسم العملاق اللي كان راكبه، لكن كان راكب جسم أصغر جواه، والغلبة كانت لهم في القتال لغاية ما إيثان استخدم جسم آلي ضخم عامله لنفسه وخرج يحارب بيه كيتس واللي معاه، وقدر يقتل عدد كبير من الروبوتات. وبرادري كان موجود لكن ما شاركش في الحرب، وشاف السيد بينات وسأله انتوا لسه بتحاربوا ليه بعد ما خسرتوا لتاني مرة. وبينات قال له لأن الحرية تستحق إننا نحارب لها. وبرادري نزل سلاحه وقال له على المكان اللي إيثان موجود فيه، وقال له أنا كنت فاكر إن مفيش درجة أقل من الروبوتات لغاية ما عرفت إن في بشر أقل إنسانية من الروبوتات. وخلع جهاز نوروكاستر اللي لابسه. وفي الوقت ده ميشيل وكوزمو اتسللوا جوه مبنى الشركة عشان يوصلوا للمعمل اللي فيه كريستوفر. ولما دخلوا لقوا 2 دكاترة جوه، وكوزمو خوفهم وفهمهم إن الروبوت بيقتل البني آدمين وخلاهم يجروا. وميشيل لبست جهاز نوروكاستر عشان تخش لكريستوفر جوه النظام، ولقيت كريستوفر قاعد جوه وعامل بيت وهمي زي بيتهم، وطبعا ما كانتش مصدقة إنها شايفاه قدامها وقادرة تلمسه. وقالت له على خطتها، لكنه قال لها إن زي ما النظام مرتبط بيه هو كمان مرتبط بالنظام، يعني لو فصلت عقله من نظام نوروكاستر النظام هينهار وهيقع، لكن هو كمان عقله من غير النظام هيموت لأن جسمه ما فاقش بالكامل من الغيبوبة. وبكده بقى قدامهم خيارين، يا إما يفضل زي ما هو عايش جوه نظام وشركة سنتر تفضل موجودة، يا إما هو يموت والشركة تنتهي بموته. والاختيار كان صعب على ميشيل، لكن كريستوفر أقنعها إنها لازم تعمل كده وتقضي على الشركة، لأنه شاف بعينه الخراب اللي سببته للناس، وإنها فصلت الناس عن الواقع الحقيقي وخلتهم يعيشوا في واقع افتراضي. وقال لها إنه هيفضل على طول معاها. وبره المكان كيتس اتصاب وكان هيموت، لكن هيرم خد الضربات بداله وهجم على الآلي اللي بيهجم عليهم وقدر يقتله، لكنه اتصاب إصابات كتير. وكيتس حاول يصلحه لكن معرفش، وهيرم اتطفى وتعطل بالكامل. وجوه المبنى السيد بينات وصل لإيثان وهدده بالسيف اللي معاه، وإيثان فكر إنه هيقتله، بس السيد بينات قال له لأ أنا مش هقتلك لكننا هنعيش كلنا في سلام. وفي الوقت ده جسم آلي من بتوع إيثان كان على وشك يقتل كيتس، لكن ميشيل قلعت الجهاز اللي كانت لابساه بعد ما ودعت أخوها فصلته عن النظام، وأنظمة جهاز نوروكاستر كلها اتعطلت، وبكده كل الآليين اللي بيتحكم فيهم إيثان اتعطلوا، وكمان كريستوفر مات. وكيتس راح لهيرم عشان يقوله إنهم انتصروا وإنه كان نفسه يبقى معاه دلوقتي، وفجأة خرج من هيرم روبوت أصغر منه، وده كان نموذج مصغر منه موجود جواه، وكيتس كان أول مرة يشوفه ويعرف الموضوع ده. وبعد فترة العالم كله بقى بيتكلم عن تعطل نظام نوروكاستر، والحكومة قبضت على إيثان مدير الشركة بعد ما الفيديوهات اللي كانت مع الدكتور إم هيرست انتشرت، اللي كانت بتثبت إن شركة إيثان خطفت كريستوفر وعملت عليه تجارب. وحاليا ميشيل وكيتس رجعوا منطقة الاستبعاد وبدأوا يجددوها هما والروبوتات، ونشرت فيديو على النت بتدعو فيه كل الناس إنهم يبدأوا يعيشوا الحياة الحقيقية بعيد عن التكنولوجيا اللي خلت الناس تبعد عن بعض. ووجهت الدعوة لأي حد مش لاقي ليه أصدقاء أو عيلة إنه يجيلهم ويبقى فرد منهم. وبنروح بعد كده لمكان بنفايات كان موجود فيه بقايا شركة إيثان، ومن ضمن النفايات كان الروبوت اللي عقل كريستوفر كان جواه، وطبعا الروبوت كان مطفي لكن فجأة قام واشتغل. وكده يبقى خلص الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وعرفونا رأيكم في التعليقات، واشتركوا في القناة عشان يوصلكم مننا كل جديد. سلام.